السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ودي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الغريبة. عملنا قبل كده مع بعض الكعك، وعملنا بسكوت البرتقال بالكيس، وعملنا بسكوت النشادر بالمكنة، وعملنا البيتي فور، وعملنا بسكوت الزبدة بالكاكاو والفانيليا. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة الدايبة اللي ما بتطبعش ولا بتشقق. زي ما انتم ملاحظين بحط ايدي عليها اهيت، ما شاء الله، بجيبها شمال بجيبها يمين، ما بتطبعش نهائي. وده علشان المقادير مظبوطة جدا جدا. وهقول لكم جوه الفيديو ايه الاسباب اللي بتخلي الغريبة تشقق معاكي او تطبع معاكي، وازاي تطلع معاكي مظبوطة بالشكل ده. وان شاء الله المقادير زي ما احنا متعودين بالجرامات وبالكوباية، وهسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معنا الطريقة او الفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان توصلكوا كل اشعاراتنا بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ويلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول ونبدأ في الطريقة. ودلوقتي بقى معايا اول حاجة في المقادير النهاردة، معايا كده كوباية وربع من السمنة، اللي هم 250 جرام، يعني ربع كيلو من السمنة. طبعا انا بسيح السمنه واحطها في الكوبايه واسيبها في الفريزر كده حوالي ربع ساعه، او في التلاجة كده حوالي ساعه. اهم حاجه في المرحله دي ان السمنه تكون متماسكه بالشكل دوت. اوعي السمنه تبقى فكه منك في المرحله دي نهائي، هتلاقي المقادير باظت منك كلها. لازم السمنه تبقى متماسكه كده وجامده زي ما انت شايفه كده، لان السمنه لو مش متماسكه في المرحله دي، ساعه ما تيجي تضيفي الدقيق هتلاقي المقادير كلها سايحه منك. وساعتها هتفكري ان العيب من الدقيق، بس ساعتها العيب مش من الدقيق، العيب ان انت حطيتي السمنه سايحه من الاول. هتيجي تكوري الغريبه هتلاقيها سايحه معاكي، ومهما تحطي دقيق هتلاقيها برده مش راضيه تلم معاكي. يبقى احنا من الاول نبدا بدايه صح عشان المقادير تمشي معانا مظبوطه والحاجه ما تبوظش مننا. وطبعا يا ريت السمنه يكون طعمها حلو، علشان الغريبه اساسها السمنه يا جماعه، لازم السمنه يكون طعمها حلو. طيب اكيد في ناس ممكن تسألني دلوقتي، ينفع نبدلها بالزبدة؟ ما ينفعش نهائي، الغريبة ما تنفعش الا بالسمنة يا جماعة، ما ينفعش زبدة نهائي في الطريقة. ودلوقتي بعد ما نزلت الكوباية وربع سمنة كده زي ما انتم ملاحظين، هجيب السكينة واكسر قطع السمنة كده علشان تتكسر معايا وتبقى سهلة معايا في العمايل. دلوقتي بقى في المرحلة دي انا محتاجة ان انا اضرب السمنة يا اما بايديا، يا اما بالمضرب الكهربائي، يا اما بالمضرب اليدوي. وطبعا احلى حاجة ان انت تضربيها بايديكي لو مفيش مضرب كهربائي. في مضرب كهربائي اعملها بالمضرب الكهربائي. طبعا كل الناس زمان كانوا بيعملوا كل حاجه بايديهم يا جماعه، مش كان في مضرب كهربائي خالص ايام زمان. زي ما انتم شايفين انا محتاجه في المرحله دي ان انا ادوب السمنه كده، او اخلي القوام بتاعها كريمي. يعني بدل ما هي متماسكه كده اخليه قوامها كريمي زي الكريم شانتيه بالظبط. طبعا المرحله دي مهمه جدا جدا علشان الغريبه تنفش معاكي وتبقى هشه جدا معاكي. لان زي ما انتم عارفين الغريبه ما بنحطش عليها بيكنج باودر نهائي يا جماعه، او خميره الحلويات، والا هتقلب معاكي بسكوت. فانت اهتمي بالمراحل دي علشان تطلع معاكي هشه، ما تبقاش مكتومه معاكي. اهم حاجه ان انت تضربي السمنه الاول قبل ما تضيفي السكر خالص، لغايه لما القوام بتاعها كده يبقى كريمي، وفي نفس الوقت لون السمنه يفتح معاكي بالشكل دوت. يعني تكوني بادئه بلون وتلاقي اللون اختلف معاكي زي ما انت شايفه كده. واول ما اللون فتح معايا بالشكل دوت هبتدي بقى انزل كده بالسكر زي ما انتم شايفين. ده سكر مطحون، ولازم السكر يكون مطحون، ما ينفعش نحط سكر خشن نهائي. زي ما انتم شايفين كده معايا كده كوبايه وربع من السكر. الكوبايه الاولانيه مليانه على الاخر، والكوبايه التانية فيها معلقتين كبار مليانين بشكل هرمي عشان يدوني كوبايه وربع. وزن السكر اللي موجود جوه الكوبايه وربع وزنه 200 جرام. اهم حاجه بقى في المرحله دي ان انا ادوب السكر كويس جدا جدا، لغايه لما اجي المس الخليط كده ما الاقيش للسكر اي ملمس نهائي. ويا ريت السكر يكون مطحون في البيت، علشان السكر اللي بنباع بره كده جاهز ممكن يكونوا ضايفين عليه اضافات تانية غير السكر، فهتبوظ لك الطريقه. وبعد ما ضربت السكر والسمنه زي ما انتم شايفين كده كويس جدا جدا، والسكر مش عادلي اي ملمس نهائي معايا. ودلوقتي بقى هنضيف مكون جميل جدا جدا هيخلي لك الغريبه تروح في حته تانية خالص، هتبقى طعمها زي بتاعه اغلى المحلات، وهو اللبن البودره او الحليب البودره يا جماعه. زي ما انتم شايفين انا حطيت معلقتين كبار، وزن الحليب البودره اللي موجود في المعلقتين 25 جرام. عشان انت لو عندك ميزان وحابه تمشي بالميزان، تقدري من غير ما تعايري بالمعالق تعايري على طول في الاطباق وتعملي على طول من غير ما تحطي في كوبايات. انما الناس اللي ما عندهاش ميزان تقدر تستخدم الكوبايه عادي خالص، بس اهم حاجه ما تغيريش الكوبايه اللي بتعملي بيها. الكوبايه اللي هتعايري بها السكر هي اللي هتعايري بها السمنه، هي اللي هتعايري بها الدقيق برضو، وهقول لك معيار الدقيق برضو بالكوبايه. وبعد ما ضربت الحليب البودره كويس جدا جدا مع الخليط كده، دلوقتي بقى هنزل بالدقيق او الطحين. هنزل بنص كيلو من الدقيق او الطحين.
طبعا السنة اللي فاتت احنا كنا مستخدمين المادة الدهنية، كانت اكتر من المادة الدهنية اللي موجودة النهاردة في الطريقة. بس مادام بتظبطي نسبة السكر والسمنة مع بعض عادي خالص، اهم حاجة ان نسبة السكر والسمنة يبقوا مظبوطين مع بعض. ده غير ان طريقة الغريبة ديت للناس اللي ما بتحبش السمنة الزايدة قوي في الغريبة، تبقى غريبة مظبوطة جدا جدا، وفي نفس الوقت مش تتعب معدتك وتقدري تاكلي منها كمية. زي ما انتوا شايفين هبتدي بقى الم الخليط كده. طبعا الخليط في الاول هتحس ان هو مفرول معاكي وهتقولي ان الطريقه بايظه معاكي، بس لا طبعا انت هتقعدي تعجني كده في العجينه. طبعا العجينه مش فيها سوائل، اعجني فيها براحتك، مش هتعمل عرق نهائي. انت عجني كده في العجينه لغايه لما السمنه تحن مع الدقيق، او الدقيق يتشرب برضو السمنه كلها. اول ما تلاقي الدقيق اتشرب السمنه كلها هتلاقي العجينه بتحن في ايديكي كده وبدات تلم على بعضيها، وبكده انت بتعرفي ان انت ماشيه صح. لان انت لو جيتي حطيتي الدقيق او الطحين ولقيتي الغريبه بتلم معاكي بسرعه مره واحده كده، هتلاقي الغريبه مش هتظبط معاكي ابدا. حتى لما تيجي تكوريها كده علشان تعمليها مش ظابطه معاكي، ومهما تحطي دقيق هتلاقي الغريبه سايحه معاكي. ويبقى الخطا هنا في ايه بقى؟ يا اما انت مكتره كميه السمنه زياده عن اللزوم، او زياده عن المقادير الموجوده جوه الفيديو، طبعا لو انت عامله بطريقه اي حد تاني، يا اما انت حاطه السمنه سايحه من الاول. علشان كده انا قلتلك اظبطي السمنه من الاول وخليها ساقعه جدا من التلاجة او من الفريزر علشان الطريقه تظبط معاكي من الاول. كده هتلاقي المقادير كلها ماشيه معاكي كده مظبوطه من الاول للاخر. زي ما انتوا شايفين اول ما العجينه حنت كده على بعضيها كده خلاص انا خلصت كده. هبتدي بقى اختبر العجينه. هختبرها ازاي؟ هجيب قطعه عجين كده زي ما انتوا شايفين وابتدي اكورها بايديا. بس قبل ما نختبر العجينه حابه اقول لكم بس على مقدار الدقيق بالكوبايه. مقدار الدقيق بالكوبايه نص كيلو يا جماعه، 4 كوبايات ونص، وتعبيهم بعد النخل. لا تهز الكوبايه ولا تضغطيها بالدقيق. وزي ما انتوا شايفين انا ببتدي اكور العجينه كده واحط صبعي عليها كده من منطقه النص واشوفها هتشقق معايا ولا لا. لو لقيت العجينه ما بتشققش يبقى كده العجينه بتاعتنا مظبوطه. شايفين بضغط عليها بصبعي كده مش في اي تشققات خالص. بس في المرحله دي انت لما تيجي تضغطي عليها وتبططيها اضغطي عليها كانها بتريح بالظبط في الفرن، انما مش تضغطي عليها تعمليها زي القرصه كده وتشقق من الحراف تقولي العجينه مش مظبوطه. لا، اضغطي عليها بالحجم اللي انت بتاخديه بعد السوا، يعني كانها مستويه معاكي. وطبعا دلوقتي هقولك على كل الاخطاء اللي ممكن تقعي فيها وازاي تختبريها برضو مره تانية من غير ما تكوري العجينه كمان، وازاي لو حصل حاجه تقدري تعالجيها. دلوقتي بس حابه اوريكم الاول الحاجات اللي احنا هنحطها على الغريبه. ده اللولي يا جماعه او الخرز اللي احنا بنحطه على الغريبه، وبيجي من عند اي حد مستلزمات حلويات. بتقولي له انا عايزه الخرز بتاع الغريبه. ودي مكسرات انا قاسمه كل واحده كده نصين بالسكينه، يعني شقه كده كل قطعه نصين بالسكينه. وطبعا عجينه الغريبه لازم تسيبها تستريح الاول في التلاجة كده ربع ساعه، منها تمتص الماده الدهنيه كويس جدا جدا، وفي نفس الوقت برضو تقدري ان انت تكوريها كده بسهوله ما تلزقش في ايديكي، لان العجينه برضو بيبقى فيها كده تلزيق. وطبعا اول ما بتطلعيها من التلاجة بتلينيها بايديكي تاني وتشتغلي فيها على طول. تعالوا بقى نتكلم عن التشكيل. وانتي بتشكلي في الغريبه بتكوريها طبعا على شكل كور كده، وعلشان تحطي فيها المكسرات لازم تعملي لها تجويف كده بصبعك الاول، وده علشان لو غرست المكسرات على طول مره واحده ساعتها ممكن تشقق منك في الفرن في الحته اللي انت حطيتي فيها المكسرات، يعني تلاقيها كلها سليمه من بره والحته اللي انت حاطه فيها مكسرات مشققه، او بمعنى صح المنطقه اللي حوالين المكسرات. فانت علشان تتفادي الحركه دي اعملي لها تجويف كده بايديكي وروح حاطه المكسرات. انما بالنسبه للولي او الخرز مش بتحتاجي خالص ان انت تعملي تجويف، انت بتغرزي قطعه اللولي وخلاص، لانها صغيره جدا جدا مش هتعمل اي حاجه ولا لها تاثير خالص على العجينه. زي ما انتوا شايفين انا بحط المكسرات مره على ظهرها ومره على وشها بحيث ان انا اغير في الاشكال ويبقى شكلها مختلف معايا كده وجميل. انا مستخدمه النهارده يا جماعه لوز وبندق، تقدري تحطي سوداني تقشريه كده وتحطيه متقشر بيبقى شكله جميل جدا جدا برضو، والمكسرات تحطيها نيه لان هي بتستوي مع الغريبه. وبالنسبه للصاج اللي انا بحط فيه الغريبه مش مدهون اي حاجه خالص يا جماعه. طب تعالوا بقى نتكلم عن العجينه ازاي نختبرها برضو مره تانية. قبل ما تشتغلي في العجينه خالص لازم تختبري كده قطعه او 2 في الفرن. هتشغلي الفرن على درجه حراره 150 وتدخلي الغريبه، هتحطيها في الرف اللي في النص على الشبكه، وبعد كده تسويها كده وتشوفي هتشقق معاكي ولا لا. شققت يبقى كده هي محتاجه شويه سمنه. عادي خالص، الطريقه سهله وبسيطه مش محتاجه اي افتكاسات. لقيتيها بتفرش معاكي يبقى كده هي محتاجه شويه من الدقيق علشان تظبط معاكي وتتماسك. وطبعا الكلام ده بالنسبه للناس يا جماعه اللي هتستخدم الكوبايه، انما الناس اللي هتستخدم الميزان الوصفه ما شاء الله عليها بالشعر وبالجرام. وبالرغم ان انا مقلله الماده الدهنيه عن السنه اللي فاتت، بس عايزه اقول لك لا هتشقق معاكي ولا هيجرى لها اي حاجه خالص.
عايزه اقولك الطريقه مظبوطه جدا جدا، لان نسبه السكر مظبوطه مع نسبه السمنه. وطبعا يا جماعه حابه الفت نظركم لحاجه، ان الطبخ ده مدارس، لازم نجرب كل المدارس في الطبخ. انت جربي كل الطرق وشوفي ايه الطريقه اللي تريحك او ايه الطعم اللي انت بتحبيه. يعني ما تقفيش على طريقه واحده كده وتقولي انا اعتمدت الطريقه دي وادانك واقفه عليها. لا، غيري وجربي وشوفي كل الطرق، وخاصه لما الطريقه تبقى بالجرام. وزي ما قلت لكم يا جماعه الطريقه دي للناس اللي ما بتحبش السمنه الكتير والسمنه بتجزع نفسهم. طيب تعالوا نتكلم عن نقطة تانية برضو عشان الغريبة تطلع ناجحة معاكي. انتي ما تلمسيش الغريبة خالص اول ما تطلع من الفرن، علشان خاطر اول ما تلمسيها هتطبع معاكي. انتي بقى تعملي ايه علشان الغريبة تطلع ناجحة معاكي وما تطبعش زي ما انتي شفتها كده في اول الفيديو؟ انتي بعد ما تستوي الغريبة سيبيها كده لمدة 4 ساعات، وبعد كده امسكيها ان شاء الله تحدفيها في الهوا، ساعتها مش هيجرالها اي حاجة خالص. اهم حاجه مش تلمسيها نهائي اول ما تطلع من الفرن، علشان هتروح مطبعه في ايديكي وهتلاقي الغريبه باظت منك وانهرت. ودلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت الكميه كلها. انا عملت كده صاجين الا ربع، طلعوا معايا صاجين الا ربع كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى انا دخلتها الفرن على درجه حراره 150. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الغريبه كده يا دوبك بكورها وبططها تبطيطه بسيطه خالص، لان هي شكلها ما بتغيرش. الطريقه دي بالذات ما ينفعش نكورها ونحطها، لازم تبططيها كده بصبعك تبطيطه بسيطه، لان زي ما انتوا شايفين ده شكلها بعد السوا يا جماعه زي ما بتدخل زي ما بتطلع. يا دوبك بس بتعمل قاعده لنفسها كده، انما مش بيجرى لها اي حاجه خالص، ما بتفرش معانا، علشان المقادير زي ما انا قلت لكم كده مظبوطه. شايفين انا رافعه لكم الصاج كده وبعديها تحت الكاميرا بحيث ان انا اوريكم واحده واحده. ما شاء الله ما فيش ولا واحده مشققه. المقادير يا جماعه مظبوطه بالشعر والجرام. انت بقى وانت بتسويها بتعرفي ان هي استوت ازاي. انت بتضحي بواحده، لان طول ما انت بتلمسيها في الفرن هتطبع معاكي وتنهري. هتعملي واحده كده من غير مكسرات وتحطيها في الصاج، وتروحي بقى شايلاها كده كل شويه. اول ما تاخد اللون الاصفر الاشقر الخفيف اللي انا هوريهولك دلوقتي تطلعيها على طول. شايفين ده اللون اللي انا عايزاها تطلع بيه. لو خليتيها خدت اللون الذهبي جامد من تحت هتشقق منك في الفرن، وفي نفس الوقت برضه هتطلع ناشفه معاكي، لان برضه يا جماعه ممكن تبقى العجينه مظبوطه معاكي وانت تزودي سواها هتروح مشققه منك طبعا على طول. لو زودتي سواها زياده عن اللزوم بتشقق منك، فانت سويها التسويه المظبوطه علشان تطلع معاكي شكلها حلو كده وشكلها يشرف ان شاء الله في العيد. كل سنه وانتم طيبين. اهم حاجه ان انت تسويها على درجه حراره 150، يعني درجه اقل من المتوسطه، علشان تستوي كده من جوه كويس. لان انت لو سويتيها على نار عاليه هتستوي من فوق ومن تحت بسرعه ومش هتستوي من جوه كويس. فانت سويها كده على نار هاديه بحيث ان هي مش تبقى عجينه، تبقى طالع طعمها حلو زي الجاهزه بالظبط. شايفين ما شاء الله شكلها من جوه يا جماعه هشه، بالرغم ان احنا مش حاطين عليها بيكنج باودر، وده علشان احنا ضربنا السمنه كويس جدا جدا الاول. هتطلع معاكي هشه ودايبه بالشكل دوت. يا ريت بقى كل اللي وصل الحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، واللي اول مره يشوف القناه وعجبته القناه وحابب يشترك فيها اكيد يشرفنا اشتراكه. بس ما ينساش يفعل زر الجرس على كلمه الكل علشان توصلوا كل اشعاراتنا بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.